السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. دلوقتي معايا بقى ايه؟ الفريك غسلاه حلو جدا، ومعايا الدبابيس الفراخ دي، ومعايا صدر وورك من الفرخة اللي هما حطاهم في بوله كده لوحدهم. والفيديو ده كان كده يا جماعه من رمضان، بس ما نزلتوش في رمضان، ما لحقتش يعني ان انا انزله لكم في رمضان. وخصوصا كمان ان انا في الفريك ان انا عاملاه معاكم قبل كده، فما حبيتش ان انا انزله في رمضان. وجي وقته ان انا انزله، اللي انا واخده اجازه من المطبخ، وعندي دور برد جامد جدا، واخده اجازه من المطبخ بقى. فقلت ايه، اسجله وامنتجه معاكم كده وانزله لكم. كده بقى ايه، ايد على ايد كده، ونحط الحلل كده كلها على النار. وحطيت كده الحلة الكبيرة دي ملح فلفل اسود وحبهان ورق لوري مطحون. وحطيت كمان طماطمايه. والحلة اللي هناك برضو هحط لها كذلك برضو. هعمل لها برضو شوربة. اللي هنا هسلق الدبابيس، عايزاها تكون مهرية خالص. تمام. برضو الوصفة دي عملتها معاكم قبل كده. ما ننساش بقى نقول اللهم صل وسلم وزيد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. والحلة اللي في النص حطيت كده الفريك بقى يتسلق معايا. والحلة اللي هناك احط صدر الفرخة والورك. يعني نص فرخة كده هحطها ايه، تتسلق سليق كامل علشان عايزاها للفريك. تمام. لايك وشير وسبسكرايب للقناة وكومنت منكم بيسعدني بجد. وربنا يكبر بخاطركم زي ما بتكبروا بخاطري، ويسعد قلبكم يا رب. عملت كمان لا، ما عملتهوش لسه. ده حطيت كده اللبن على النار. اللبن، مش اللبن على النار، اللبن غلياه كده علشان هعمل بيه البشاميل. وكمان هقطع البطاطس مكعبات كده ومقشراها من القشر. وهحطها على النار تتسلق. عايزاها تكون مهرية جدا خالص. عايزاها تكون يعني امسكها كده تدوب ذوبان في ايديا. مش عايزاها تكون فيها كلاكيع خالص. تمام. حطيت اهو اللبن على النار. وكمان حطيت بقى كده البولة دي او اللبانة دي، حطيت بقى كده المكعبات البطاطس تتسلق معايا سليق كامل. كده بقى ايه، حطيت كده العيون كلها شغالة عندي. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه تاني. اهم حاجه في الشوربه كده عشان اطعم الشوربه احط طماطمايه، احط جزرايه، اظبط الملح بتاعي كده. فبتبقى حلوه جدا، بتدي دسامه للشوربه كمان، وبتخلي لون الشوربه حلو وطعمها كمان. هنعمل البشاميل مع بعض. البشاميل انا حاطه 9 من الدقيق، وهحط كمان 9 من السمنه. تكون السمنه تقيله بالمنظر ده لو سايبه، وتكون سايحه كده من حراره المطبخ، هضاعف الكميه. حلو الكلام، حلو الكلام. معلش تحسوا ان انا بتكلم كده بالعافية شوية، بجد دور برد فظيع يعني، خلاني نايمة يومين كده. ربنا ما يوريها لحد. لا اله الا انت سبحانك إني كنت من الظالمين. حلو جدا ان احنا نكون معانا مثلا فيديو اتنين احتياطي كده، علشان الظروف اللي زي دي ما اغيبش عليكم وانزل لكم على طول. هنزل بقى بالحليب على طول كده حبة حبة علشان ما يكلكعش معايا. يا سلام بقى لو عندك معلقة او اتنين من القشطة، تمام، ما تبقى حلوة جدا. بصي، هو اول ما أنا نزلت بكبشة اللبن كلكعت معايا. تنزلي بقى حبة حبة كده يفك معاكي، وعلى نار هادية هيفك معاكي ويبقى زي العسل. حط الملح والفلفل، يظبط الملح كده، كل حاجة اظبط الملح بتاعها. البشاميل والفريكة طعمه، وكمان الفراخ اللي بتبقى في النص كمان هطعمها.
اهو بص، حطيت كده معلقتين قشطه كده، لقيتهم رحت حطاهم، ما استخسرتش. يا سلام يا سلام، حلو جدا. ايوه السمك ده جميل جدا. جبت بقى خلاص كده الحاجه بتاعه الفريك، الفريك اتسلق وصفيته كمان من الميه. احط له كده معلقه كبيره من السمنه البلدي، وكمان احط له ملح وفلفل اسود، وكمان احط له كبشتين تلاتة كده من البشاميل، واقلبهم كده. احنا عملناه كده مع يعني مع بعض قبل كده، بس ايه حبيت ان انا ايه اصور لكم كمان كمان مرة يعني، وخصوصا ان في وصفة ما عملناهاش مع بعض قبل كده. اقلبه بقى كده حلو. الفريك من الاكلات الخفيفة والاكلات اللذيذة، حلوة جدا، وخصوصا كمان يعني في رمضان، وكان كانت خفيفة بجد على يعني على المعدة، مش دسمة يعني. اظبط بقى الارضية بتاعة الصينية بتاعتي كده كلها بشاميل كده. الطبقة اللي من تحت اخليها ابقى اخليها متمكنة منها اكتر، علشان خاطر لما اجي اطلع الخلطة تكون متماسكة معايا. وما ننساش ان احنا نخليها تهدى شوية من حرارة الفرن، وخليها تبرد شوية عشان تطلع الخلطة بخرطتها. بصوا بقى، قطعت الفراخ وخلاص خليتها من العظم وخليتها بالمنظر ده، وحطيتها كأنها زي اللحمة المفرومة كده. بس صدقوني بجد هتبقى طعمها حلو جدا بالفراخ. بس خلاص هدخلها بقى ايه. اعتقد ان انا كنت عامله الوصفه دي من قبلها بيوم بالليل كده، وحطيتها في التلاجة وطلعتها الصبح كده على الفرن على طول. كنت مطبقه الاكل من قبلها بيوم، وكنت مخلصه كده اول باول عشان ما يبقاش في حاجه معطلاني. نضف كده حواليا علشان خاطر الصينيه ما تحرقش مني في الفرن. ايوه بالظبط كده، ان انا هحطها في التلاجة لغايه تاني يوم. وخصوصا الاسترتش بيحافظ على على الحرارة، ومش هيخليها تشقق معايا. حلو الكلام، حلو الكلام. بس ظبطتها وكفنتها، وهدخلها على التلاجة. و بس قبل ما ادخلها الفرن ان انا هطلعها تهدى معايا من التلاجة، وبعد كده ادخلها الفرن. بصوا بقى الدبابيس فكه معايا ازاي. يا سلام يا سلام، مش محتاجة ان انا افصصها من العظم. ايوه انا عايزاها كده بالظبط. الوصفة دي ممكن تضربيها في الكبة، وممكن تقطعيها زي ما انا هعمل كده. انا بحبها بصراحة، بان انا اقطعها بتبقى طعمها في فرق في كمان في الطعم. بتبقى طعمها حلو جدا. بصوا كمان اللي البطاطس مهرية معايا خالص ازاي. ايوه كده. يا سيدي على الجميع. كمان برضو عملت الوصفة دي من قبلها بيوم، فكانت بجد مسهلة عليا اليوم خالص، وخصوصا كمان الواحد بيبقى صايم، وكمان المواعين تكون خلصانة اول باول، وخصوصا لو عندك حد بتبقي بجد ايه مخلصة ومريحة بالك من كل حاجة. هقطعها بقى كده حتت صغننة، سواء بالمقص او بالسكينة. المهم ان انا اقطعها تقطيع صغير، على قد ما تقدري كده قطعيها فتافيت خالص. تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب للقناة، وكومنت منكم بيساعدني بجد. بس خلاص فصصتها خالص وهريتها خالص، وهحطها على البطاطس. البطاطس وظيفتها ايه؟ وظيفتها ان هي بتخلي الفراخ تتماسك معايا.
خصوصا البطاطس بيبقى فيها نشا فبتقرمش معايا كمان. احط بقى التوابل اللي انا بحبها، الملح والفلفل الاسود، وكمان التوم باودر والبصل باودر والبابريكا. عايزه تحطي شطه حطي. تمام، التوابل دي بتاعتك انتي، اهم حاجه في التوابل الملح والفلفل الاسود. هحطها كده في البوله الكبيره دي علشان خاطر اعرف اتمكن واقلب حلو جدا. اوعوا ترموا العظم بتاع الدبابيس علشان هنرجعهم تاني فيها. بصوا بقى، عندي جبنه ميكس حطي، عندك جبنه موتزاريلا حطي، وكتري وبلاش تستخسري كده في الحاجه اللي انتي بتعمليها، وخصوصا لو عندك حد يعني. تخلي كده طعام الحاجه علشان خاطر تطلع الحاجه معاكي طعمها حلو ومظبوط كمان. انا بصراحه ما استخسرتش فيها واديتها كده وخليتها طلعت حلوه قوي. لازم هنا بقى في الخطوه دي استخدم ايديا، وكمان ضربت البقسماط بتاعي كان حبيبات كبيرة جدا، فضربتها في الكبة وحطيت عليها بقسماط ناعم. وكمان ده كده حطيتهم في صينية. الكمية دي خدت معايا 3 بيضات كبار كده، وحطيت عليهم ملح وفلفل اسود وبق من اللبن كده علشان عايزاها خفيفة شوية، خفيفة بسيطة جدا. ماشي، بس كده هرجعهم بقى كده في الدبابيس تاني، وهخليهم يرجعوا كشكل الدبوسة يعني. فاهمين فاهمين. بصوا طلعوا معايا بالكمية دي لاني اصلا مضاعفة بطاطس ومضاعفة جبن، فالدبابيس العصيان بتاعتها طلعت اكتر منها. فعملتها زي الكفتة كده او زي الكبيبة يعني. فعملتها من غير العصاية او الدبوسة بتاعت الفراخ. تنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب للقناة. بصوا طلعوا معايا بالكمية دي. هاخد بقى على من البيض على البقسماط على طول. ايد اعمل بيها البيض وايد اعمل بيها البقسماط علشان ايديا ما تعجنش من البيض والبقسماط. يبقى ايد ان انا ماسكه بيها البيض، وايد ان انا ماسكه بيها البقسماط. حلو الكلام، حلو الكلام. لا اله الا انت سبحانك كنت من الظالمين. بس كده عملت كده خلاص الكميه كلها. هحطهم بقى في التلاجة لغاية تاني يوم. وكمان بصوا يعني انا عملتها بالبقسماط وتطلع معايا جاهزة على طول على التحمير. غلفي غلفي. حتى لو انا قعدت في الوصفتين دول لغاية الفجر مش مشكلة، اهم حاجة ان انا وانا صايمة هبقى مرتاحة. معلش بقى الفيديو ده نزل لكم متأخر، بس يعني الحمد لله. بس خلاص معايا كمان جبت السمبوسة دي، وحطيت ميكس جبن على موتزاريلا كده. تمام. والبولة اللي هناك دي فيها لحمة مفرومة، لحمة معصجة. وكمان الطبق دوت كمان فيه جبنة نستو. بصوا بقى اللي مبيعرفش يعمل السمبوسة تعجبيها عكس عكاس. ممكن تحطي لها بيض بالمية علشان تقفلي الطرف بتاعها، وممكن تدخليها من جوه. انا يعني الحمد لله بدخلها من جوه كده وما بتفكش معايا خالص. امسك الطرف بتاعها اديله شمال وبعد كده يمين، شمال في يمين، لغاية ما توصل معايا للنهاية وهتطلع مثلثة معايا. انا عاملة منها كذا طعم باللحمة المفرومة وبالميكس جبن ومن الجبنة النستون.
ممكن احشيلها بقى شاورما، احط لها فلفل الوان بالجبن كده يعني. كل طعم هحطه في كيس كده علشان وقت التحمير ابقى عارفه ايه هو. برضو دوت انا عملته كده من قبلها بيوم. شايفين اللفه ازاي؟ عشان في كتير جدا مبيعرفوش يلفوها. هي سهله جدا، بس لو انت مش عارفه برضو ممكن تحط لها الدقيق بالميه كده علشان ما تفكش منك. هي الوحدة المثلثة هحطها على 2 سمبوسة. يا سيدي على الجمال. متنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب للقناة، ولو غبت عنكم في الفيديوهات اوعوا تنسوني. ان شاء الله مش هغيب عنكم يا رب. بس على التلاجة عدل. بصوا بقى خلاص كده. تاني يوم بقى فكيت، وبصوا ما شقتش ولا حصل لها اي حاجة. وهدخلها على التلاجة على طول، على الفرن، على التلاجة تاني على الفرن. خلاص كده بقى حان وقت التحضير والتحمير وخلاص. احمر بقى الدبابيس بتاعتي واحمر كمان السمبوسة. ممكن تدخلي على فكرة، ممكن تحطيها في الفرن السمبوسة، بس انا حبيت ان انا احمرها من فوق المرة دي. والدبابيس على نار عالية وزيت غزير، وما تقلبهاش عشان ما تفكش منك. بس كده. فيديو سهل ولذيذ وخلص معايا اوام. بس لا، اوام ايه ده، خلص معايا على يومين. بس الحمد لله، تعب يوم وراحة تاني يوم. بصوا بقى المكرونة الفريك بقى طلع معايا، بس انا كنت عايزة اوريها لكم. بس كانت بصراحة كانت مفرولة علشان خاطر كانت سخنة جدا. فهرجع تاني اسيبها واغرفها بعد ما تهدى شوية. بصوا بقى كان معايا السمبوسة والفريك والدبابيس ما شاء الله. كانت حلوة جدا. يا سيدي على الجمال. يا رب ابقى عند حسن ظنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.